بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ الاخبار؟ تعالوا النهارده نكمل الجزء الثالث او الاسئله اللي بعد كده من ريفيجن او الملخص الفتاك بتاع شابتر 2. يلا، احنا كنا وقفنا لحد في اخر مره لحد سؤال 70. تعالوا النهارده نكمل من اول سؤال 71 لحد ما نتعلم. يلا يا رجاله، بيقول لك عندك ريوستات وعندك كويل زي ما انت شايف. هو بيقول لك ايه؟ A solenoid is connected to an variable resistance RS. RS is the variable resistance and battery of negligible resistance. If the resistance of the rheostat is increased, the magnitude of the magnetic field due to the solenoid at its center. يا ترى البي يحصل لها ايه؟ بمنتهى البساطه، سيادتك عارف ان البي بتاعت السولينويد بتساوي ميو ان اي اوفر لينث اوف solenoid، صح يا وحش؟ صح. دلوقتي لما انت تزود الريوستات، طبعا هم كلهم سيريس، فلما الار تزيد الاي ايه؟ تقل، فلما الاي تقل البي تقل عشان دايركت يبقى ديكريز. قشطه. اللي بعده هنا برضو ايه اللي يحصل لما انا ازود الريوستات؟ طب بالراحه خالص بقى، عشان هنا الموضوع مش سهل. هو هنا عايز كاريليشن، يعني لما الريوستات يزيد البي يحصل لها ايه؟ هي نفس اللي فوق، بس اللي فوق كانت كلام، دي ريليشن دايركت وانفرس وكده. طب بالراحه بقى، خلي بالك ان في المساله دي السولينويد مع الريوستات سيريس ولا باراليل؟ باراليل. دلوقتي تاني القانون بتساوي ميو ان اي على لينث اوف سولينويد. كل تفكيري في الاي. طيب انا عارف ان الاي من شابتر 1 في على ار، ماشي. السؤال بقى لازم تساله لنفسك يا وحش، هل الكرنت اللي داخل في السولينويد ده اي توتال ولا اي برانش؟ هتقول لي انا عارف ان يا عبد الله هو الكرنت مش طالع من الباتري من هنا يا زميلي؟ هيجي يحصل له ايه؟ يتقسم شويه كده وشويه كده، وبالتالي الكرنت اللي داخل في السولينويد ده اي توتال ولا اي برانش؟ اي برانش. يبقى انا عايز في برانش على ار برانش. الريزيستنس السولينويد ثابته ولا بتتغير؟ هتقول لي يا عبد الله نعم الريسيت بيزيد. وانا مالي، انا بتكلم على السولينويد. ريزيستنس السولينويد ثابته ولا بتتغير؟ ثابته، شيلها. الفولتج اللي رايح للسولينويد بيحصل له ايه؟ هتقول لي والله ما اعرفش. ليه؟ دول باراليل. طب تعالى اول حاجه بص عليها شابتر 1. فاكر شابتر 1؟ فاكر شابتر 1؟ قول لي زي ما نرجع زمان. تعالى، الار صغيره بكام؟ بزيرو. طالما الار صغيره بزيرو انا بستفيد من الباتري كلها ولا بشويه؟ بستفيد من الباتري كلها. والبرانشين دول سيريس ولا باراليل؟ باراليل. وفي الباراليل الفولتج ايه؟ كونستنت، وانا بستفيد بالباتري كلها. يبقى البرانش ده رايح له الفي بي كامله. يبقى الفي برانش هي الفي بي. الفي بي ثابته ولا بتتغير؟ ثابته. يبقى الفولتج بتاع السولينويد ثابت اللي هو الفي بي عشان باراليل، والار الصغيره بزيرو للسببين عشان باراليل، والار الصغيره بزيرو. يبقى اذا الفي بي ثابته والريزيستنس السولينويد ثابته، تبقى الاي بتاعت السولينويد كونستانت. طالما الاي ثابته بقت البي كمان ايه؟ كونستانت، فالبي هتفضل ثابته. كلام جميل جدا، ماشي. طبعا كان ممكن الراجل يغير لك السؤال ويصعبه شويه ويقول لك طب الار الصغيره نوت ايكوال زيرو. ساعتها كنت احل ازاي؟ والله بما ان الار الصغيره نوت ايكوال زيرو يبقى انا باخد شويه من الباتري اسمهم في اكسترنال. الفي اكسترنال دول قانونهم في بي ماينس اي ار الصغيره. حاجات الباتري ثابته فهتتشال. لو الريوستات زاد الاي تقل، لما الاي تقل معمول لها ماينس فالفي اكسترنال تزيد. فساعتها كان الفولتج اللي يبقى رايح للسولينويد اللي هو الفي اكسترنال بيزيد، فالاي تزيد فالبي تزيد. فساعتها كنا نختار ان العلاقه دايركت، لان لما الريوستات زاد البي ايه؟ زادت. فساعتها كنت اختار دايركت اللي هي الكيرف ده. يبقى انا كان ممكن اختار ده امتى؟ اف الار الصغيره اوف ذا باتري نوت ايكوال زيرو. خلاص، عشان اللي احنا قلناه ده. بس طبعا الار الصغيره بزيرو فاخترناها بي. ماشي. اللي بعده بيقول لك ايه يا وحش؟ عايز ريشيو الماجنتيك فيلد اكس على واي. طب يلا بالراحه، هو مش ده سولينويد؟ البي بتساوي ايه؟ ميو ان اي على لينس السولينويد بي اكس على بي واي. طبعا الميو هتطير عشان ثابته. الان ما جابلكش سيره الان هاف ذا سيم نمبر اوف تيرنز. هو قال اهو ذا سيم نمبر اوف تيرنز، يبقى الان ثابته فهتطير. يبقى الميو طارت والان طارت، فاضل الاي على ال. يبقى اي اكس على اي واي، بس اللينس انفرس يبقى لينس واي على لينس اكس. بس خلاص. اي اكس بكام؟ ب 2 اي يعني ب 2، واي واي 1 ملتبلاي لينث واي ب 2 ال ولينث اكس ب ال، فتطلع 4 اوفر 1. 4 اوفر 1 فين؟ اهي. قشطه. اللي بعده انهي رسمه من الاربع رسومات دول الماجنتيك فيلد ات بوينت سي. فين بوينت سي اصلا؟ استنى، بوينت سي اصلا فين؟ اهي. ادي نقطه سي اهي، وادي نقطه فين الثانيه؟ رسمه ثانيه اهي، نقطه سي، وادي نقطه سي، وادي نقطه سي. هو عايز انهي رسمه من الاربع رسومات دول التوتال ماجنتيك فيلد عند نقطه سي ماشي، يبقى ماشي يمين. طيب تعالى نشوف التوتال يبقى ماشي يمين عند انهي واحده. لازم اجرب بقى كله. هنا السولينويد الكرنت بيطلع من البوزيتيف بول بتاعت الباتري، فالكرنت ماشي في هذا الاتجاه اهو لفوق اهو. يلا وش ايدك اليمين على الصفحه، وش ايدك اليمين على الصفحه. فاكر في السولينويد ده الاي ودول النورث، دول الاي وده الان.
مش اللي على الصفحه ده الاي يبقى ده الان، ده النورث اهو، ده الان وده الاس. الماجنتيك فيلد بره من الان للاس وجوه من الاس للان اهي، يبقى جوه من الاس للان، حط اسهم اهو. طيب بتاع الواير الاي طبعا اوعى تنسى في الواير ده الاي ودول البي، الاي اهي والبي اوت اوف ذا بيج، يبقى في واحد ماشي شمال وواحد خارج من الصفحه، واحد ماشي شمال وواحد خارج، يبقى التوتال شمال ولا خارج ولا بينهم؟ بينهم، يبقى غلط. ليه؟ انا عايزه ماشي يمين اصلا يعني. ماشي. ده الواير داخل والسيلينويد، والله الكرنت بيطلع من البوزيتيف، خليها بالازرق، الكرنت طلع من البوزيتيف ماشي، هوب اختفى، لف نزل لتحت. يبقى اذا وش من الصفحه الاي كده، يبقى ده الام وده الاس. الماجنتيك فيلد جوه السيلينويد من الاس للان يا زميلي اهو، من الاس للان يا صديقي اهو. طيب يبقى كده بتاع السيلينويد ماشي يمين، ماشي يمين، بس الماجنتيك فيلد بتاع الواير داخل جوه الصفحه، يبقى واحد ماشي يمين واحد داخل جوه الصفحه، هيبقى التوتال ريزلتنت بزاويه كده، يبقى برضه مش ماشي يمين، غلط. طب وبعدين تعال نشوف اللي بعدها. السيلينويد الكرنت بيطلع من البوزيتيف ماشي، لف نزل لتحت، يبقى ده الاي، يبقى دي الان، ده الان والناحيه الثانيه الاس. الماجنتيك فيلد جوه من الاس للان اهو، من الاس للان اهو، حط السهم. ماشي. بالنسبه للواير تعال بقى المره دي نعمل الواير بالاورنج. الواير الاي خارجه، خلي بالك هنا الاي اوت اوف ذا بيج، فده الاي ودول البي، الاي اهي فالبي هتلف كده صح. ارسم سيركل اتفضل. ليه؟ لان انت عارف ان الماجنتيك فيلد بتاع الواير عباره عن سيركلز زي ما انت فاكر من شابتر 2. ده الاي فالبي لفت كده اهو، ودي السهم عند النقطه اللي هو عايزها بالظبط، ماشي ماشي ماشي، هيبقى الاورنج برده ماشي كده، اوبا، يبقى البينك ماشي كده اهو والاورنج ماشي كده اهو، مع بعض ولا عكس بعض؟ مع بعض، يبقى التوتال ماشي يمين، خلصانه، يبقى هي دي اللي ماشيه يمين. طب نتاكد بالاخيره. هات السيلينويد، الكرنت ماشي لفوق وشيل من على الصفحه، الاي يبقى ده الان، لان اهي، وده الاس. الماجنتيك فيلد هنا من الاس للان ماشي شمال، ده اصلا ماشي شمال والله، والواير كمان ماشي شمال. ليه؟ لان الواير داخل، فالماجنتيك فيلد بتاعه بيلف كده، بص اهو عملت ايدي كده اهو، الاورنج ده الاثنين ماشيين شمال، فده كده ماشي شمال. لو هو كان عايز الماجنتيك فيلد بتاع مين يمشي شمال كنت هختار دي، بس هو عايز ماشي يمين فاخترت ايه؟ دي. خلصان. اللي بعده يا وحش. يلا. هو هنا في الراجل في السؤال ده بيقول لك عندي واير وعندي سيلينويد، ومدي لك السيلينويد جواه كارنت، الماجنتيك فيلد بتاع السيلينويد 2 × 10 في 6 تسلا. وعندك ستريت واير بليزد بربنديكولار مش عارف ايه اباف ذا سيلينويد، ومدي لك الماجنتيك فلكس دينستي بتاعت الواير 4 × 10 في 6. هو عايز التوتال. طب خلاص، البي توتال هتساوي، المساله فيها كذا ماجنتيك فيلد، يبقى انا كل مهمتي اشوف بلس ولا ماينس ولا بايثاغورس، بي واير مع بي سيلينويد. طب تعالى نشوف يلا. السيلينويد هو مديك اتجاه الاي اللي تحت اهي، الاسهم هو مديها لك لتحت، يبقى ده الان وده الاس. الماجنتيك فيلد جوه من الاس للان اهو. بالنسبه للواير بالاورنج ده الاي، فالبي ماشيه كده صح، حصل اهو. مع بعض ولا عكس بعض؟ عكس بعض، يبقى هنماينسهم يا حماده، فتطلع 4 × 10 في 6 ماينس 2 × 10 في 6 تطلع 2 × 10 في 6. اوكي. اللي بعده نفس السؤال بس بالرموز والرسمه اختلفت. بيقول لك الماجنتيك فيلد بتاع السيلينويد اسمه بي، والماجنتيك فيلد بتاع الواير استنى كده، كارز كارنت جنريتس ماجنتيك فلكس بي برضه، يبقى الاثنين بي، يعني الماجنتيك فيلد بتاع الواير بي وبتاع السيلينويد بي. طب تعالى نشوفهم بلس ولا ماينس. يلا. السيلينويد نازل لتحت، غير اللون، السيلينويد نازل لتحت، يبقى ده النورث وده الاس، جوه من الاس للان، عملنا جوه من الاس للان. بالنسبه للواير ده الاي، فالبي ماشيه كده، حصل، حط السهم بتاع البي. دول كده مع بعض ولا عكس بعض ولا بربنديكولار على بعض؟ الازرق اهو والاورنج اهو بربنديكولار على بعض، يبقى هنعمل بايثاغورس يا رجاله. هتبقى البي توتال روت بي واير سكوير بلس بي سيلينويد سكوير، يبقى روت بي واير اسمه بي يعني 1 سكوير، والسيلينويد برضه اسمه بي يعني 1 برضه سكوير، تطلع روت 2. واكتب الرمز اللي اسمه بي اللي انت كنت شايله وحاطط مكانه 1. ماشي. اللي بعده برضو عندك شكلين، هو عايز التوتال بتاعهم، هو مدي لك ايه؟ لان مش مدي لك، انت هتضطر تحسب. ماشي. طيب تعال نشوفهم الاول بلس ولا ماينس ولا بايثاغورس. بي كويل وبي سيلينويد، البي توتال يا ترى تبقى بي كويل بلس ولا ماينس ولا بايثاغورس مع بي سيلينويد. تعال نشوف. السيلينويد الكارنت بتاعه نازل لتحت، يبقى ده النورث وده الاس، الماجنتيك فيلد جوه من الاس للان اهو،
طيب وبالنسبه للكويل يا رجاله، الكويل الاي بتاعت الكويل زي ما انت شايف لفه ازاي اهي، استنى اوضحها لك اهي، لفه كده. بما ان الاي بتلف كده طبعا السيركل دي انت مش باصص لها كده، لا انت باصص لها من الجنب. اوكي، فبما ان الكرنت ماشي كده فالماجنتيك فيلد بتاع السيلينويد في هذا الاتجاه كده. حلو قوي. يبقى بتاع الكويل، يبقى اذا الماجنتيك فيلد بتاع السيلينويد جبناه، دي الان ودي الاس وجوه من الاس الان. بتاع الكويل ده الاي وده البي. ايه ده مع بعض العكس بعض، عكس بعض، يبقى لازم يتماينصوا يا وحش. طب يلا تعالى نعوض بقى على طول. تبقى البي توتال بتساوي، تعالى نشوف جيفن الكويل. طب هو مديك جيفن السيلينويد الاول، ماشي. طبعا السيلينويد قانونه ايه؟ ميو ان اي اوفر لينث اوف سيلينويد. امين عوض 4 باي ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 7. النمبر اوف تيرنز بتاعت السيلينويد بكام؟ هو مديك اللينس الاول اللي هو اللي تحت ده 20 سنتيمتر، لما نحولها 20 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 2. والان 50 تيرنز 50 and carries an electric current of 3 امبير، يبقى ده الاي 3. ماشي. بالنسبه للكويل بقى inside a coil of 10 turns، طبعا الكويل قانونه ميو ان اي اوفر 2 ار، طبعا الميو انت حافظها برضو 4 باي ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 7. الان بقت ب 10. الاي بكام؟ لا لو الراديوس ب 10 سنتيمتر يبقى 2 ملتبلاي 10 سنتيمتر يعني 10 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 2. ماشي. والكرنت ب 1.5. تطلع كام بقى في الاخر؟ الحقيقه ما اعرفش، تعالى نحسبها سريعا يعني. 4 باي ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 7 ملتبلاي 10 ملتبلاي 1.5 على ماشي ماينس 4 باي ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 7 ودي 50 ودي 3 اوفر، طلعت لك 8.5 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 4. قشطه. اللي بعده بيقول لك عندك اثنين سيلينويد اكس وواي سيم دايمنشنز، والنمبر اوف تيرنز بتاعهم برضو ذا سيم وميد اوف كبر ايكوال لينس ديفرنت ثيكنس. ماشي. بوث مش عارف ايه الكتريك سورس يعني الفولتج ثابت equal EMF and negligible internal resistance, so the ratio between the magnetic flux density of أو at their centers BX على BY 4/1. عايز انهي تشويس صح؟ اول تشويسين بيكلمك عن الاريا، تاني تشويسين بيكلمك عن الريزستنس. طب بالراحه يا رجاله، مش البي بتساوي، ثواني شغل القلم عشان نسينا، مش البي بتساوي ميو ان اي على لينس اوف سيلينويد؟ حلو. الميو ثابته هو اللي قال، والان ثابته واللينس ثابت. الاي في على ار، هو قال لك الاي ام اف ثابته يبقى الفولتج ثابت. الاي انفرس مع الار، طيب والار انفرس مع الاريا. يبقى ركز بقى، يبقى بص هنكتب ايه؟ البي دايركت مع الاي، والاي انفرس مع الريزيستنس، والاي انفرس مع الريزيستنس، والريزيستنس انفرس مع الاريا. يبقى البي بقت دايركت مع الاريا. تاني بلون مختلف نكتبها تحت. المagnetic فيلد دايركت مع الاي انفرس مع الريزيستنس، والريزيستنس انفرس مع الاريا. يبقى البي بقت دايركت مع الاريا، بي اكس على بي واي 4 على 1، يبقى ريزيستنس اكس 4 على 1 من ريزيستنس واي. سوري اريا، سوري بتكلم على الاريا دلوقتي. يبقى اريا اكس 4 على 1 من اريا واي. يبقى اذا ذا كروس سكشنال اريا اوف اكس توايس، يبقى غلط. ذا كروس سكشنال اريا اوف اكس 4 تايمز اوف واي، يبقى هي دي الاجابه. تشويس بي يا رجاله. فهمنا جبناها ازاي؟ البي دايركت مع الاي، والاي انفرس مع الريزيستنس، والريزيستنس نفسها انفرس مع الاريا، فبقت البي دايركت مع مين يا رجاله؟ مع الاريا. قشطه. عايز التوتال ماجنتيك فيلد اتجاهه ازاي عند النقطه اللي هو مديها لك دي يا وحش. تعال نشوف. يلا. الكرنت هنا يا رجاله ماشي في هذا الاتجاه، هوب اختفى لف مشي كده. ماشي. ده الاي اللي في هذا السيلينويد يا جدع العكس. ماشي. اللي في السيلينويد ده بقى الكرنت ماشي اهو عادي جدا اهو، عادي اهو خلاص كفايه. اعمل بقى يلا بايدك اليمين باللون الازرق مثلا مع ده، وشيل من على الصفحه. ده النورث، يبقى دي الان ودي الاس. الماجنتيك فيلد بره من الان للاس. ماشي. لان نقطه اكس بره. ماشي. اعمل نفس الكلام يلا الناحيه الثانيه. الاي اهي، يبقى برضه ده الان وده الاس، بره من الان للاس. الله، يبقى الاثنين ماشيين مع بعض، يبقى ابورد. ماشي. حلو الكلام. يبقى الاثنين اللي فوق يعني.
طب عبد الله افرض كان واحد اللي فوق واحد اللي تحت، كان الكبير يمشي كلامه، وده اي وده 3 اي، كان ساعتها 3 اي هيمشي كلامه لو هم كانوا عكس بعض. ماشي. سؤال 80. الراجل بيقول لك عندك circular coil of diameter 12 سنتيمتر، هنحولها ملتبلايتين باور نيجاتيف 2. يا عم نعمل ملتبلاي. Current of intensity I produce magnetic field B if the coil turns are moved away from each other uniformly along its axis of the coil to form a solenoid. بس انا عايز اوصل للحته دي. يعني ده كان كويل شدناه فاصبح سولينويد، كان في نوته. لو كويل بقى سولينويد او سولينويد بقى كويل كان ليها نوته، فاكرها؟ ان بي كويل على بي سولينويد ايكوال لينس السولينويد اوفر 2 ار، فاكر؟ تعال نشوف. البي كويل اسمه بي يعني كانوا ب1. البي سولينويد لو كملنا كده قرايه، البي سولينويد بقت 2 اوفر 5 بي، يبقى بي سولينويد 2 اوفر 5. كمل. ايكوال لينس السولينويد هو عايزه على 2 ار. خلي بالك ال 2 ار دي هي الدايمتر اللي هو ب 12 سنتيمتر. حوله. لا ده مش هنحوله ليه؟ هو عايزه بالسنتي برضه، يبقى 12 زي ما هو. بس يبقى اذا 1 اوفر 2 اوفر 5 ايكوال لينس السولينويد على 12. شيفت كالك ايكوال طلعت لك 30. ماشي. اللي بعده. بص يا وحش، بيقول لك ايه؟ two solenoids A and B equal length، هما الاثنين نفس اللينس. are overlapping to be concentric. يعني overlapping يا رجاله، يعني هما الاثنين لو عندك حديد عشان بس بفهمك معنى الكلمه. يعني overlapping يعني عندك مثلا واحد ماشي كده، ماشي اهو، الثاني ماشي كده مثلا كده، بس بالعكس بقى، جاي من ورا ولافف العكس كده، ده اسمه overlapping يا رجاله. ماشي؟ ماشي. مالهم يعني؟ نمسح الهبل ده. ماشي. يبقى عندك 2 سولينويد overlapping. solenoid A consists of 200 turns with ال N والكارنت 2. ماشي. so if solenoid B ومديك ال N ومديك ال I، لا استنى، ومديك ال N بس، the current intensity in solenoid B which makes the magnetic flux density vanish. which makes the magnetic flux density vanish. يعني ايه vanish؟ يعني بزيرو، يعني neutral point. في النيوترال بوينت B1 equal B2. حلو الكلام. يبقى اقدر اعوض واقول ميو ان اي على لينث اوف سولينويد ايكوال ميو ان اي على لينث اوف سولينويد. في حاله وجود ايكوال نطير الحاجات المتشابهه، الميو مع الميو، اللينث متساوي، اس ايكوال لينث يبقى اللينث مع اللينث. بس خلاص. فضل ايه يا رجاله؟ كأن فضل ان N1 I1 ايكوال N2 I2. طب ما تعوض. ال N الاولى بكام؟ 200. الاي الاولى ب 2. ال N الثانيه 500. تعرف انت تجيب بقى الاي الثانيه مع نفسك تطلع 0.8. صح. ماشي. اللي بعده بيقول لك عندك سيلينويد اللينث بتاعه اسمه ال. ماشي. connected to battery. ماشي. negligible internal resistance of the quarter of the solenoid length is cut off. قطعنا ربع السولينويد. and the remaining part باقي السولينويد. السولينويد كان اللينث بتاعه اسمه ال عادي، لما نقطع ربعه فضل 3/4. يعني ايه؟ اعمل 1 minus quarter تطلع 3/4. ده الريميننج بارت اللي هو يوصله. ماشي. is connected the same battery. خلي بالك كلمه بقى سولينويد اتقطع وصلناه بسيم باتري كان ليها نوته ان B1 على B2 ايكوال N2 على N1. ده لو سيم باتري. لو سيم كارنت كانت B1 ايكوال B2. ولو انت فاكر نفس النوته دي كانت بالمعكوس فين؟ كانت بالمعكوس في الكويل. لو الكويل وصلناه بسيم كارنت B1 على B2 ايكوال N1 على N2. لو سيم باتري كانت B1 ايكوال B2. اوكي؟ طبعا اللي مش فاكر يروح يشوف صفحه النوتس اللي في سيشن 2 شابتر 2. ماشي. عوض يا وحش. B1 على B2 ايكوال N2. هو عايز ايه؟ استنى كده. The magnetic flux density as a center of solenoid will. يعني هو عايز B2. ماشي. دايما الاصل بتاعي ب1 يبقى 1 على الB2 اللي هو عايزها ايكوال الN1. دايما الاصل بتاعي ب1. ماشي. الN2 بقت ب3/4. مش انت قطعت ربع فضل 3/4.
3 اوفر 4 بس يا زميلي. فيطلع لك الناتج ان البي 2 بتساوي نشقلب ده ونشقلب هو ده كده 3 اوفر 4 يبقى 4 اوفر 3 يبقى اذا 4 اوفر 3 اللي هي 1.3333. بس هو عايز decreased by كام او increased by كام. كلمه باي دي تخليني ايه؟ اماينس من 1. ليه؟ الماجنتيك فلكس دنسيتي بتاع البي 2 بقى 1.3333 من الاولاني. يبقى هو زاد بكام؟ هو كان كام؟ دايما الاصل بتاعي ب 1 يبقى هو كان 1 بقى 1.3 يبقى زاد بكام؟ ب 0.3. عايزه برسنتج اضربها في 100 فتطلع لك التشويس. استنى بقى اما نمسح الهبل ده. تطلع لك التشويس ايه؟ دي اللي هي 33.3. فهمنا يا رجاله؟ كلام جميل. اللي بعده ماشي. بيقول لك عندك سيلينويد اتقطع جزئين. السيلينويد عامه اللينس بتاعه اسمه ال، اتقطع جزئين ال و4 ال. ماشي. وبتقال لك اتقطع وتوصل هما الاثنين بسيم باتري برضه او سيم electric potential difference. So the ratio between the magnetic flux densities الاولاني على الثاني. طب خلاص بي اكس على بي واي كانها بي 1 على بي 2 ايكوال ان 2 على ان 1 بس خلاص. يعني 4 على 1 فتطلع 4 على 1 عادي. هتقول لي يا عبد الله نعم انت قلت ان 2 على ان 1 بس خدت اللينس عوضت بيه. ليه؟ لان بمنتهى المنطق يا رجاله لما انا اقطع، لو انت عندك سيلينويد اللي هو السلك بتاع الكشكول بتاعك، لو انا عندي سيلينويد قطعت ربعه مثلا، قطعت نصه مثلا، لو انا قطعت ربع اللينث مش كاني قطعت ربع النمبر اوف تيرنس حصل بس خلاص. فلما اقطع ربع اللينث كاني قطعت ربع النمبر اوف تيرنس، ولذلك اللينث والان في القطع والتركيب دايركت. اوكي اللي بعده يلا. بيقول لك an insulated wire of diameter ومديك diameter 0.4 سنتيمتر is coiled around an iron of magnetic permeability ودي الميو بتاعت الاير such that the number of turns are tangent to each other. اول ما يقول لك التيرنز tangent to each other دي كان ليها نوتة ايه هي؟ ان ده بيبقى سيلينويد، لان لو اللفات بتلمس بعض يا رجاله ده كده سيلينويد. لو اللفات فوق بعض كويل، لكن اللفات بتلمس بعض سيلينويد. وساعتها بيكون لينس السيلينويد ايكوال النمبر اوف تيرنز ملتبلاي الدايمتر. يعني لو انا قلت لك هم دول كام صباع؟ هتقول لي 4. طب الصباع ب 2 سم يبقى اللينس ده كله كام؟ 8 سم. حلو، يبقى لينس السيلينويد ايكوال ان في دي. طب خلاص تعالى نعوض يلا يا وحش. يبقى البي بتاعت السيلينويد بتساوي ميو ان اي اوفر لينث اوف سيلينويد. حلو الكلام. الميو مش اللي انت حافظها، الميو اللي هو مديها لك 2 ملتبلايتين باور نيجاتيف 3. الان هوبا مش عندي مش مهم، الاي ب 3. لينس السيلينويد شيله وحط ان في دي. الله ينور عليك. هتلاقي ايه اللي حصل؟ ولا اي حاجه. هتلاقي الان اللي انت مش عارفها دي راحت مع الان اللي انت مش عارفها دي. كمل تعويض يا زميلي. يبقى 2 ملتبلايتين باور نيجاتيف 3 ملتبلاي الثلاثه اللي فضلت اوفر الدايمتر بقى اللي تحت اللي هو كام؟ 0.4 بس ده سنتي ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 2. فهمنا يا رجاله؟ تعالوا نشوف تطلع كام. 2 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 3 ملتبلاي 3 اوفر 0.4 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 2 طلعت لك 1.5. كويس ده. اللي بعده برضه عندك واير وسيلينويد وهو عايز التوتال ماجنتيك فيلد. خلينا نكتب فوق عشان اوسع. ماشي. هو عايز التوتال ماجنتيك فيلد عند نقطة دي واي. ماشي. والله السيلينويد الكارت بتاعه ماشي لتحت. ده الاي يبقى دي الان وده الاس. الماجنتيك فيلد جوه من الاس للان رسمناه من الاس للان اهو. ده السهم. بالنسبة للواير الاي خارجة فالماجنتيك فيلد بيلف كده. يلا ارسم سيركل. اوعى تنسى برسم السيركل من عند النقطة وحوالين الواير. لما اجي ارسم السيركل بتاعت الماجنتيك فيلد بتاع الواير برسم السيركل من عند النقطة وحوالين مين؟ الواير. حط السهم واديه عند النقطة بقى زيو اهو. بقى كده السهم الازرق والاورنج مع بعض ولا عكس بعض ولا بربنديكولار يا رجاله؟ بربنديكولار صح؟ صح. فساعتها تبقى البي توتال بتساوي ايه بقى؟ بي واير بلس ولا ماينس ولا بايثاغورس
مع البي سيلينايد. فاهمين يا رجاله؟ كلام عبيط قوي، هم بيربنديكولار على بعض يبقى بايثاغورس. حلو، عوض بقى. فكده باللون الاسود، فهتبقى البي توتال بتساوي روت، اسحب بقى روت كبير كده وتعالى نشوف هنكتب ايه. الواير 4 باي ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 7 ملتبلاي اللي هي اي ميو على 2 باي دي، وكده قانونه اي ميو 2 باي دي. كتبنا الميو. الاي بقى بتاعت الواير بكام؟ ستريت واير 15 امبير الاي اهي على 2 باي المسافه اهي من الواير لحد النقطه 15 سم، يبقى 0.15 سكوير بلس السيلينويد بقى الميو اهي 4 باي ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 7. النمبر اوف تورنس بتاعت السيلينويد بكام؟ ثريد اوف 10 تورنس يبقى الان اهي. اللينث ب 15 سنتيمتر، 15 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 2. فاضل لنا الاي اهي 0.3182 0.3182 واقفل البراكت واعمل سكوير، واوعى تنسى تحط الروت وانت شغال. شوف بقى يطلع لك كام. ماشي، اللي بعده. طيب ده جراف والراجل عايز ايه؟ تان سيتا على ميو تديك ايه؟ طيب بما ان ده جراف يا رجاله، اي مساله جراف في الخليقه بجيب لها ايه؟ سلوب. بجيب لها السلوب كم مره يا رجاله؟ مرتين. فيزيكالي وماثيماتيكالي. فيزيكالي يعني قانون، ماثيماتيكالي يعني رقم. طب يلا. فيزيكالي يعني قانون، يعني اللي واقف على النايم. مين على مين؟ بي على 1 على ار، تحت اللي تحت يطلع فوق تبقى بي ملتبلاي ار. ده الفيزيكالي. الماثيماتيكالي طبعا ده لسه ما خلصش، الفيزيكالي ده ما خلصش، بس الماثيماتيكالي اللي انا اختاره تنسيتا. ليه؟ عشان ما فيش ارقام وهو مديني انجل، يبقى الماثيماتيكالي تنسيتا. ماشي، كمل بقى ده. مش انت عارف ان الماجنتيك فيلد بتاع الكويل ميو ان اي على 2 ار؟ انت عملت بي ملتبلاي ار، الباقي اكتبه ميو ان اي على 2. ماشي، يبقى كل ده بيساوي ميو ان اي اوفر 2. هتلاقيه قال لك في المساله ان هو اصلا 2 تيرنز، فالان نكتب مكانها 2، مكان الان نكتب كتبنا 2، فال2 تروح مع ال2. فضل ايه كل ده بقى؟ ميو اي. يبقى كل ده ايكوال ايه يا رجاله؟ ميو اي ايكوال الماثيماتيكالي اللي هو تان سيتا. هو بقى عايز ايه؟ تان سيتا اوفر ميو. تان سيتا اوفر ميو تديك مين؟ الاي. يبقى اذا ذا الكتريك كارنت انتنسيتي اللي هي بي. سؤال لذيذ جدا. اللي بعده يا رجاله، الفيجر ده بيقول لك الراديوس اللي اسمه ايه؟ بار وبي ب 2 ار. ماشي، يلا هات البي توتال عند السنتر. تعال نشوفهم الاول، هتبقى بلس ولا ماينس؟ يعني بي كويل 1 بلس ولا ماينس ولا بايثاغورس مع بي كويل 2. خلي بالك فين كويل 1 وفين كويل 2؟ كويل 1 الصغير وكويل 2 هو الكبير. طيب ده ماشي كده فالبي اوت اوف ذا بيج، ده ماشي كده فالبي انتو ذا بيج، يعني هنماينس ده مبدئيا. ده ميو ان اي على 2 ار وده ميو ان اي على 2 ار. طيب ادي الميو. تعال ناخد اللي جوه الاول، اللي جوه الصغنن اللي هو ده. ماشي يا رجاله؟ يلا. الان بتاعته بتلات ارباع سايكل، الاي بتاعته اسمها اي على 2 ملتبلاي الراديوس الصغنن اسمه ار. ماشي، ماينس التاني الميو اهي، فكك منها. فكنا منها ليه يا رجاله؟ عشان عندنا هنا في التشويسز ميو مكتوبه فهتتشال في الاخر. ماشي، ملتبلاي تلات ارباع سايكل الكرنت هو على 2 ملتبلاي الراديوس الكبير اللي هو بي ب 2 ار، يبقى اكتب هنا 2 ار. تعالى ناخد يلا كومن فاكتور. هو عايزني اخد مين كومن فاكتور؟ خليك ناصح بقى. هو لو عايزك تاخد كومن فاكتور اللي متكرر هنا اللي هي الميو والاي والار، يبقى يلا ناخد الميو والاي والار، يلا بالمختلف يعني ميو واي اوفر ار ملتبلاي. خدنا الميو والاي والار، فضل 3 اوفر 4 اوفر 2، 3 اوفر 4 اوفر 2 ماينس الميو والاي والار، فضل 3 اوفر 4 اوفر 4، يبقى 3 اوفر 4 اوفر 4. شوف بقى تطلع لك كام هذه الارقام. انا هكتب الارقام اللي هناك بس على الاقل يا رجاله، اللي هي 3 اوفر 4 اوفر 2 ماينس 3 اوفر 4 اوفر 4، طلعت لي 3 اوفر 16. يبقى اذا هي ميو اي على ار ملتبلاي كم؟ 3 اوفر 16. فين بقى 3 اوفر 16؟ 3 اوفر 16 تشويس بي. طبعا كان ممكن تحلها بطريقه ثانيه بس اصعب شويه، هي انك تعوض، يعني تحط
الايات بواحد، والميو اللي انت حافظها تكتبها، والاراب بواحد، وتطلع ناتج، وتجرب التشويس كلها وتشوف انهي تشويس يطلع لك نفس الناتج برضه صح بس اطول شويه. ماشي. اللي بعده بيقول لك يا ترى التوتال ماجنتيك فيلد ماشي ازاي؟ والله الكرنت ماشي صح يا عبد الله؟ هتقول لي يا عبد الله ثواني انا في نقطه فاكرها ايه؟ اي كلوزد باث الكرنت يتقسم جواه سنتره نيوترال بوينت صح، بس لما يكون الكلوزد باث ده سيمتريك يا حماصه، يعني زي بعض. هنا الكرنت هو ماشي، يجي يحصل له يا رجاله هيتقسم صح فوق وتحت، هو فوق زي تحت؟ لا طبعا. الاريا اللي فوق كبيره، طالما الاريا اللي فوق كبيره يبقى الكرنت اللي فوق كبير. ليه؟ لان الاي انفرس مع الريزيستنس، والريزيستنس انفرس مع الاريا، يبقى الاي دايركت مع الاريا. طالما الاريا دي كبيره يبقى الكرنت اللي يدخل فيها كبير، طالما الكرنت اللي يدخل فيها كبير يمشي كلامه هوبا يبقى انتو ذا بيج. الحمد لله على السلامه. قشطه؟ قشطه. اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لك عندك straight wire is wounded to form a circular coil of n turns والكرنت اسمه I. ماشي ركز معايا الله يرضى عليك. passing through magnetic field B at the center of the coil. If the same wire is rewounded يبقى إذا هذا الكويل and rewound التاني so that the number of turns becomes 2n/3 يبقى خلي بالك ال n اتغيرت وسيم كرنت عدى. coil reshaped to form another coil ده كان ليه نوتة ان B1 على B2 equal N1 على N2 all power 2 فاكر؟ دايما الاصل بتاعي ب1 يبقى 1 over الثانيه اهي 2 over 3 all square تطلع لك كام؟ 9 على 4. حلو تطلع لك 9 على 4 بس خلي بالك اتقل بقى، هو عايز B1 على B2 ولا هو عايز ايه؟ so the magnetic flux density becomes كام؟ becomes يبقى عايز B2 نفسها. خلي بالك انت كده جبت B1 على B2 هو دايما عايز مين؟ هنا عايز B2 نفسها يبقى لازم اشقلب تبقى 4 على 9 يبقى 4 over 9. كلام جميل. اللي بعده عندك رسمه والراجل بيسالك على اتجاه الاي بتاعت الواير كفاليو وكدايركشن. طيب بالمنطق يا رجاله احنا قلناها قبل كده ان طالما عندي كويل وواير دايما الكويل المagnetic فيلد بتاع الكويل بيكون اكبر من المagnetic فيلد بتاع الواير، فلازم ابدا بالايكويشن. يعني البي توتال عند السنتر بتساوي بي كويل بلس او ماينس بي واير، لسه مش عارفين. ماشي والله الكويل خارج، طب هل الواير لفوق فيبقى المagnetic فيلد بتاعته داخله فماينسهم، ولا الاي بتاعت الواير لتحت فتبقى المagnetic فيلد بتاعتها خارجه فنبلسهم؟ الحقيقه انا مش عارف، فالحقيقه برضو انت هتضطر تفرض رقم، سوري تفرض اتجاه. طيب تحب تفرضه فوق ولا تحت؟ هنفرضه فوق الاول مثلا ونشوف. والله الكويل خارج والواير داخل يبقى اذا في الفرض بتاعي هنماينسهم. تعال نشوف بقى البي توتال بكام؟ ده البي توتال خلي بالك بكام؟ 3 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 5. وبالمناسبه هو عشان ياكد لك ان انت هتبدا الايكويشن بالكويل كاتب لك اوت اوف ذا بيج. يعني خلي بالك الراجل برضو مش سايبك كده وخلاص، هو قال لك التوتال ماجنتيك فيلد 3 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 5 اوت اوف ذا بيج. ليه؟ عشان تبدا الايكويشن بالماجنتيك فيلد اللي خارج من الصفحه. هو فين الماجنتيك فيلد اللي خارج من الصفحه؟ هو الكويل. والله ممكن الواير يبقى داخل او يبقى خارج مش عارفين، بس اللي احنا متاكدين انه خارج من الصفحه هو الكويل. ابدا بالايكويشن. ماشي يبقى ايكوال الماجنتيك فيلد بتاع الكويل، طبعا انت حافظ القانون خلاص بقى، ميو ان اي اوفر 2 ار. عوض يا وحش. الميو بكام يوم؟ 4 باي ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 7. النمبر اوف ثيرنس 10. الاي 2 اوفر باي على 2 ملتبلاي الراديوس في الرسمه 0.1 10 سنتيمتر لما نحولها 0.1. ماشي. طب بالنسبه للواير ماينس الواير الاي عايزينها 4 باي ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 7 على 2 ملتبلاي. عبد الله مش مديني الديستنس، ما احنا خدنا نوت قبل كده يا رجاله، لما يكون الواير تانجنت تو كويل بتكون الديستنس هي الراديوس اللي هي 0.1. انا هعمل ايه بقى يا رجاله؟ هعمل شيفت سولف واجيب الناتج. والله لو الناتج بتاع الاي طلع بالبوزيتيف يبقى انا فرضي صح، خلاص يبقى هو لفوق.
طب لو نفس الناتج هو هيطلع عادي بس طلع بالنيجاتيف يبقى انت فضلك غلط ويعكسه. طب تعالى نشوف يلا. يبقى 3 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 5 ايكوال، يلا مالي بقى 4 باي ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 7 ملتبلاي 10 ملتبلاي 2 اوفر باي على 2 ملتبلاي 0.1 ماينس الاي بقى اللي احنا عايزينها ملتبلاي 4 باي ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 7 اوفر 2 باي والمسافه ب 0.1 شيفت كالك ايكوال، هتطلع لك الاي بكام 5 امبير. الحمد لله على السلامه يا رجاله. طلعت الاي بكام 5 امبير وبالبوزيتيف، يبقى انت فردك صح، يبقى هو اللي فوق، يبقى 5 وابورد. ماشي كلام جميل جدا. اللي بعده بيقول لك عندك 3 اشكال وانا عايز البي توتال كرموز زي ما انت شايف. خلاص اشتغل وخد الميو عشان متكرر الميو والاي والار كومن فاكتور. يلا تعال البي توتال بتساوي والله كل اللي في النص الصغنن ده الماجنتيك فيلد خارجه والكبير خارجه والواير خارجه، يبقى نبلسهم. يبقى اذا بي واير بلس بي كويل 1 زائد بي كويل 2 عوض، فهتبقى البي توتال في ايه؟ انت بتعمل ايه؟ يلا حماده اشتغل. هتبقى البي توتال بتساوي الواير اي ميو على 2 باي دي، الاي بتاعت الواير اسمها اي، الميو فكك منها، على 2 باي المسافه من الواير لحد السنتر 2 ار وار 2 ار بلس يلا بالبي كويل الاولاني اللي هو الصغنن مثلا ميو، الان قال لك رينج يعني ب1 هو قال في السؤال انها رينج، والاي الصغننه اي على 2 ملتبلاي ريديوس الصغنن ار بلس الكبير بقى ميو وبرده الان ب1 وبرده الاي اسمها اي من الرسمه على 2 ملتبلاي ريديوس الكبير 2 ار. حلو يلا يا باشا اديني بقى كده واحده كومن فاكتور. الكومن فاكتور اللي احنا عايزينه اللي هو في التشويسز، ما باخدش كومن فاكتور من دماغي يا رجاله، بشوف ايه اللي هو مكرر في التشويسز وبالنسبه لي يبقى كومن فاكتور الميو والاي والار. يلا ميو اي وار ملتبلاي، اكتب الباقي بقى. خدت الميو والاي والار فضل 1 اوفر 2 باي ملتبلاي 2 ماشي 2 باي ملتبلاي 2 بلس خدنا الميو والاي والار فضل 1 اوفر 2 اكتب 1 اوفر 2 بلس خدنا الميو والاي والار فضل 1 اوفر 2 ملتبلاي 2 1 اوفر 2 ملتبلاي 2. يلا يا باشا اكتب الارقام دي على الاقل وشوف يطلع لك كام. يبقى 1 اوفر 2 باي ملتبلاي 2 بلس 1 اوفر 2 بلس 1 اوفر 2 ملتبلاي 2 طلعت لك 0.83 يبقى 0.83 ملتبلاي اي ميو على ار. كلام جميل. السؤال اللي بعده يا مسهل بيقول لك ايه يا باشا؟ A battery is connected to a solenoid of length ومديك اللينس بتاعه 80 سم ومديك لك لينس اسمه B1 ماشي. If the length of 10 سم is removed from the solenoid 10 سم قطعناهم من السولينويد. خلي بالك هو كان كام سم؟ 80 قطعنا 10 فضل كام؟ فضل 70 سم من ال 80 عشان هو عايز ريشيو يعني فضل 70 سم من ال 80 سم. وخلي بالك ال هي الان فالريشيو متساويه فشغال. The new combination اللي هم 70 سم connected to the same battery. same battery يبقى B1 على B2 equal N2 على N1 ماشي. وبالراحه بقى الان الاولى كام؟ كانها اللينس الاولاني اللي هو 80 سم هي ريشيو وفي الريشيو ال والان دايركت، فالان الاولى كانها ب 80 سم، الان الثانيه 70 على 80 صح ولا ايه؟ استنى كده استنى لا استنى، الان الاولى كان اللينس الاولاني ب 80 سم والان الثانيه بقت 70 سم صح كده؟ الان الاولى 80 سم والان الثانيه لما احنا قطعنا 10 سم بقت 70 سم او 70 تيرن بس خلاص، فتلاقيها 7 اوفر 8 بس ولا اي حاجه خالص. فين؟ اهي. حلو الكلام على الاخر. ماشي اللي بعده. بص يا باشا سؤال برضو لذيذ قوي بيقول لك ايه؟ عايز التوتال ماجنتيك فيلد عند السنتر يساوي 0 then the value of I1. طيب فين I1؟ طيب بما ان هو التوتال ماجنتيك فيلد بيساوي 0 يعني دي نيوترال بوينت، يعني الماجنتيك فيلد اللي داخل بيساوي الماجنتيك فيلد اللي خارج. الماجنتيك فيلد بتاع الواير ده اهو خارج، طب وده اهو خارج، طب والكويل داخل، يبقى لازم بي واير 1
او بي واير 1 زائد بي واير 2 تساوي بي كويل. لانك اوعى تنسى في النيوترال بوينت لازم اللي داخل يبقى قد اللي خارج. طب عوض الواير اي 1 ميو على 2 باي المسافه اسمها طبعا المسافه من الواير للنقطه اسمها ار زائد الاي الثانيه برضو اي 1 بتاعت الواير اللي هناك الميو على 2 باي المسافه برضو اسمها ار ايكوال الكويل ميو الان قال لك رينج يبقى الان ب 1 الاي بتاعها 2 على 2 ار 2 ملتبلاي الراديوس اسمه ار عادي. الراديوس اهو من الواير للنقطه او من الواير سوري الراديوس من النقطه من السنتر للايه لبره مش ار يعني عادي. وبعدين هتلاقي طبعا في مسائل النيوترال بوينت المتشابه بيطير يعني الميو هي الميو الرمز اللي اسمه ار مع الرمز اللي اسمه ار مع الرمز اللي اسمه ار ماشي. فضل تعال نكتب الباقي بقى اي 1 على 2 باي بلس اي 1 على 2 باي ايكوال 1 ملتبلاي 2 على 2 1 ملتبلاي 2 اوفر 2. طبعا اللي يفهم في الناس بقى يعرف يودي ويعمل وبتاع. انا هعملها شيفت سولف زيك عادي جدا. وطبعا عبد الله هنكتب ازاي 2 اي 1 اكس واكس يا حبيبي عادي يعني اكس على 2 باي بلس نفس الاكس على 2 باي ايكوال 2 1 ملتبلاي 2 اوفر مش عارف ايه شيفت كالك ايكوال تطلع لك باي اللي هي 3.14. كلام جميل جدا يا رجال. وبعدين يا وحش خش على اللي بعده. بيقول لك انزل ماشي. بيقول لك انهي رسمتين تعبر او يعني انهي رسمتين التوتال ماجنتيك فيلد بتاعهم يفانش. فانش يعني ايه يا رجاله؟ يعني زيرو يعني نيوترال بوينت. في النيوترال بوينت اوعى تنسى ان كل اللي عندك دي ارقام سوري كل اللي عندك دي وايرز. يعني ايه وايرز؟ يعني لازم بي 1 تبقى ايكوال بي 2. وفي حاله وجود نيوترال بوينت مع الوايرز القانون بيبقى اسهل كده اي 1 على دي 1 ايكوال اي 2 على دي 2. كانك عملت ايه؟ مش القانون اي ميو على 2 باي دي كانك طيرت ميو مع ميو 2 باي مع 2 باي فضل اي 1 على دي 1 ايكوال اي 2 على دي 2. حلو الكلام. تعال نشوف انهي رسمه تعبر الكونديشن ده او تحقق الكونديشن ده. يلا هنا الاي الاولى ب 1 والمسافه 1 1 على 1 ب 1 ماشي. هنا 2 على 2 ب 1 برضه يبقى اذا دي نيوترال بوينت. تعالى 1 على 1 1 الثانيه 3 والمسافه من الواير لحد نقطه 3 يبقى ب 1 يبقى دي كمان نيوترال بوينت. 1 على 1 1 1 على 2 بنص يبقى مش نيوترال بوينت. انا باخد من الواير لحد النقطه هنا 3 على 1 ب 3 هنا 1 على 3 يبقى اكيد مش قد بعض برضه يبقى مش نيوترال بوينت يبقى 1 و2 لان هم الوحيدين اللي محققين الكونديشن اللي هو اي 1 على دي 1 ايكوال اي 2 على دي 2. كلام جميل. عايز What happened to the value and the direction of the magnetic field if I1 doubled؟ طيب يلا فين I1 ده وفين الدنيا وايه الدنيا؟ بص يا باشا صلي على النبي عليه الصلاه والسلام زي النبي كمان صلى عليه افضل الصلاه والسلام واحد الله لا اله الا الله. بص يا زميلي دلوقتي انت عندك الواير ده ب 2 امبير واللي هناك ب 2 امبير. المسافه دي زائد ار والثانيه دي زائد ار. الله الاي قد الاي والمسافه قد المسافه والماجنتيك فيلد بتاع ده داخل وبتاع ده خارج يعني بيلغوا بعض. مش الاي قد الاي والمسافه قد المسافه وهم عكس بعض يبقى يلغوا بعض. البي قد البي اوبزيت يلغوا بعض. يبقى مين اللي شغال بس؟ الكويل اللي هي ميو ان اي على 2 ار صح؟ فكأن البي توتال بتساوي الميو الان ب 1 الاي ب 2 على 2 ملتبلاي راديوس اسمه ار يعني كانه بواحد. فكانك عندك 2 تروح مع 2 او يعني اعمل دول كده على الاله تطلع لك 1 ميو يعني كانها ميو كانها البي توتال بميو ماشي. لما اندبلد بقى يبقى خلي بالك ده اللي انت جبته ده في كيس 1 اوعى تنسى. كيس 2 بقى كيس 2 طبعا بالمناسبه في كيس 1 الماجنتيك فيلد بتاع الكويل بس اللي بيأثر يعني اوت اوف ذا بيج. ما تنساش تكتب برضه ان هو اوت اوف بيج. كلام جميل. لكن في كيس 2 بقى في كيس 2 هيدبل اي 1. تعالى بقى نمسح. لما الراجل بقى يدبل اي 1 هيحصل ايه؟ تعالى نشوف. صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بص يا زميلي لما الراجل يدبل لك اي 1 يعني بقى ب 4 امبير. خلي بالك المسافه قد المسافه برضه. طالما المسافه قد المسافه
مين اللي يتحكم في المagnetic فيلد؟ الكرنت انتنسيتي اونلي. طب ما ده 4 وده 2، ده قد ده مرتين، يبقى البي بتاع ده قد ده مرتين. يعني لو ده اسمه بي هيبقى ده اسمه 2 بي، 1 ماينسهم، فده اللي يكسب. يعني كأن البي توتال دلوقتي هتساوي ده ماينس ده، 2 بي ماينس بي ببهايه، كأني هجيب بي واير واحد بس اللي هو مين؟ اللي هو ده بس ب 2 امبير. عبد الله الموضوع كده صعب ولا مش فاهم حاجه؟ مش فاهم حاجه؟ كبر دماغك يا زميلي. كده بقى ده 4 امبير صح؟ عشان دبل داخل وخارج والكويل خارج. يبقى اذا هتبقى البي الواير اللي هناك زائد البي كويل اللي هو هنخليه مثلا بي واير 2 زائد بي كويل ماينس بي واير 1. ليه بقى يا عبد الله؟ لان الاثنين دول خارجين، ده خارج وده خارج، فهنجمعهم ونمينصهم من اللي داخل. ماشي. عوض يا وحش. هتبقى البي توتال بتساوي البي والواير اللي هناك 2 دي الاي، الميو فكك منها، على 2 باي المسافه دي زائد ار زائد الكويل الميو فكك منها، الاي الان ب 1 والاي ب 2 على 2 ملتبلاي الراديوس كانه ب 1 ماينس الواير ده 4 والميو فكك منها على 2 باي والمسافه دي بلس ار. فبص يا زميلي، لو انا منك هفكر كده، ده هو ده، طب ماينسهم لوحدهم خلاص 4 وميو، يبقى اذا كاني هعمل ال 4 ماينس ال 2، فكانها بقت كده يا رجاله، كانها بقت كده، ده ماينس ده، يعني كانها 2 ميو على 2 باي ملتبلاي دي بلس ار، ماينسنا ده من ده. كل ده بقى طبعا ده في اتجاه الايه؟ الدخول، اللي هو في اتجاه الفور. ليه؟ لان الفور هي الكبيره. ماشي. ماينس ميو ملتبلاي 2 على 2 ملتبلاي 1. صح الكلام؟ حلو. صلي بقى على النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا دول بماينسهم ليه يا رجاله زي ما احنا قلنا؟ لان ده داخل وده خارج فماينسناهم. بس حط ايه بقى؟ ما تحطش حاجه، ركز بقى معايا الله يرضى عليك. دلوقتي بمنتهى البساطه يا رجاله، لو انا فرضت ان الدي بواحد، الدي بايه؟ بواحد، هتلاقي مين اللي كسب؟ هتلاقي الكويل هو اللي كسب كفاليو وكدايركشن. بس هنا الفاليو هتزيد ولا هتقل؟ خلي بالك الاول كان الكويل لوحده بيأثر، كان الكويل لوحده بيأثر وهو شغال لوحده، كان اوت اوف ذا بيج. طيب لما ده يشتغل وعكسه هيقلل الفاليو، فالفاليو هتقل بس الدايركشن مش هيتغير. ليه بقى؟ لان الكويل كده كده هيمشي كلامه عند السنتر بتاعه، لان الكويل عند السنتر بتاعه اقوى. الكويل تاثير المagnetic فيلد بتاع الكويل عند السنتر بتاعه بيكون اكتر. اوكي؟ فهيمشي كلامه هنا، فكدايركشن اوت اوف ذا بيج عادي، لكن كفاليو هتقل، لان في الاول كان الكويل بس اللي بيكسب، دلوقتي بقى الكويل ماينس الواير، وبالتالي قلت. السؤال اللي بعده بيقول لك عندك رينج بس الاريا مختلفه. the upper half has area 3 times، يبقى دي كانها ايه وده كانها 3A. the total intensity I، ماشي. عايز البي توتال عند السنتر، ماشي. طبعا انا مش محتاج اقول لك ان هم هيبقوا ماينس، يعني بي مثلا اللي فوق ماينس بي اللي تحت، ميو اللي بنص، والاي هياخد قد ايه من الاي فوق يوم؟ بمنتهى البساطه، مش ده اريا وده 3 اريا؟ الاي انفرس مع الريزيستنس، والريزيستنس انفرس مع الاريا، يبقى الاي دايركت مع الاريا. يبقى كاني هقسم الاي ده جزء وده 3 اجزاء، يعني هقسم الاي على 4 اجزاء، ده ياخد جزء من 4 يعني 1 اوفر 4 اي، وده ياخد 3 اجزاء من 4 يعني 3 على 4 من الاي. ماشي. يبقى الاي اللي داخله فوق 3 اوفر 4 اي على 2 ملتبلاي الراديوس ماينس الميو الان برضه بهاف بس ربع اي على 2 ملتبلاي الراديوس برضه اسمه ايه؟ ار. هو عايز ناخد له مين كومن فاكتور بقى في التشويسز يا وحش؟ عايز ناخد له الميو والاي والار متكررين. بص الميو فيهم كلهم والاي والار، يبقى ميو اي وار ملتبلاي، خدنا الميو والاي والار، فضل هاف ملتبلاي 3 اوفر 4 اوفر 2
minus half multiply quarter over 2. حلو الكلام؟ حلو. حط الكلام ده على الآلة وحش. يبقى half multiply 3 over 4 over 2 minus half multiply quarter over 2 تطلع لك 1 over 8. ماشي. اللي بعده بيقول لك if the total magnetic field at the center of the ring is if the direction of the current x is reversed. عايز الفاليو والدايركشن. طب تعالى نشوف بقى الفاليو يحصل لها ايه والدايركشن يحصل له ايه لما اكس يتعكس. طيب اكس لتحت. طب يلا تعالى نشوف. ده خارج والواير ده كمان خارج بس الكويل داخل. حلو. طيب يبقى لازم نحل الاول هي كانت ايه وبقت ايه. ما شغلتش القلم. طب تعالى كده. حلوه اهي حته فاضيه حلوه. نكتب. شغل القلم واقسم الصفحه. كيس 1 وكيس 2. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. في الاول كان البي توتال بتساوي الوايرين خارجين يعني بي واير 1 زائد بي واير 2 ماينس بي كويل. طب يلا نعوض. هتبقى البي توتال بتساوي الوايرين خارجين الوايرين اي يعني كاني بعمل بص الوايرين زي بعض بالظبط في كل حاجه. يعني كاني بعمل 2 ملتبلاي البي بتاعت الواير واحد فيهم اللي هي اي ميو على 2 باي المسافه بقى دي زائد نص يبقى 1.5 دي. يبقى 2 ملتبلاي اي ميو على 2 باي ملتبلاي 1.5 دي ماينس الكويل بقى ميو الان ب1 والاي باي بواحد يعني اسمها اي وخلاص ماشي على 2 ملتبلاي 2 ار. صح مش المفروض 2 ار؟ 2 ار ده اللي هو الدايمتر اسمه ايه كله؟ دي. ماشي. حط الرموز دي كلها بواحد 1 والميو كده مالهاش لازمه مش هتفرق معايا في الفاليو. ماشي. يبقى كاني بعمل 2 على 2 باي ملتبلاي 2 اللي هي دي 2 اللي هي دي يا رجاله على 2 باي ملتبلاي 1.5 ماينس 1. تعالى نشوف الناتج يطلع كام يا ترى؟ طلع 0.2122. ماشي. عايز واير اكس ده ريفرسد يا زميلي يبقى لفوق. لما يبقى لفوق طب ما الاي قد الاي والدي قد دي فالواير ده يلغي الواير ده فكده الكويل بس هو اللي شغال فهتبقى البي توتال هنا هي البي كويل اللي هي ميو ملتبلاي 1 ملتبلاي 1 برضو على 2 ار اللي هي الدايمتر ب 1. صح؟ والميو كده اتشالت فيطلع لك ناتج كام؟ 1. يبقى اذا الميو اتشالت واحنا حاطين الان ب 1 والاي ب 1 والديامتر اللي هي الدي رمز الدي اللي هو كاتبه لك ده ب 1 فطلع ناتج بايه؟ ب 1. يبقى هو كان كده بقى 1 يبقى زاد يبقى بالنسبه للفاليو هتزيد. طيب فين؟ هو عايز الفاليو انكريز. طب بالنسبه للدايركشن خلي بالك ان انا لما حطيت الارقام دي على الاله طلع الناتج بالبوزيتيف زي ما هو كده يعني ما طلعليش بالنيجاتيف ولا حاجه طلع بالبوزيتيف اهو. طالما طلع بالبوزيتيف يبقى الوايرز كانت بتمشي كلامها والوايرز كانت داخله جوه الصفحه في الاول. دلوقتي بقى الكويل هو اللي بيمشي كلامه. سوري استنى الوايرز هي اللي بتمشي كلامها يعني خارجه بره الصفحه. استنى كده الوايرز خارجه يعني ده كان اوت اوف ذا بيج. تاني كان الوايرز هي اللي بتمشي كلامها فكانت اوت اوف ذا بيج. هنا لما جبته بقى الكويل بس بيأثر والكويل انتو ذا بيج يبقى الدايركشن هنا انتو يبقى الدايركشن هيتعكس هي ريفرسد. تاني يا رجاله كفاليو كدايركشن الفاليو كانت كده وبقت واحد يبقى الفاليو زادت. بالنسبه للدايركشن الدايركشن اللي في الاول خالص كان الوايرز بس هي اللي شغاله او سوري مش الوايرز هي اللي شغاله. احنا لما عملنا ماينس طلع الناتج بالنيجاتيف ولا بالبوزيتيف؟ انا عمال اتلخبط ليه؟ انا تعبت. هو ده سؤال كام؟ ماشي متاسفين من الاول. لما عملت الوايرز ماينس الكويل طلع الناتج بالبوزيتيف. طلع الناتج بالايه؟ بالبوزيتيف. فطالما طلع الناتج بالبوزيتيف يبقى اللي انت كاتبه في الاول هو اللي هيمشي كلامه واللي هي مين؟ اللي هي الوايرز. حلو. فالوايرز مشت كلامها كانت اوت اوف ذا بيج. في كيس 2 الوايرز لغت بعض فالكويل هو اللي مشي كلامه انتو ذا بيج فالاتجاه اتعكس. يبقى هو بقى انتو ذا بيج دي مفهومه. كان اوت اوف ذا بيج تاني كان اوت اوف ذا بيج ليه؟
لان لما عملنا الوايرز ماينس الكويل طلع الناتج بالبوزيتيف، معنى كده ان الوايرز بتمشي كلامها يعني، والوايرز اوت اوف ذا بيج فكانت اوت اوف ذا بيج. خلاص ماشي. اللي بعده يا رجاله. متاسفين على اللخبطه دي، بس يظهر ان انا تعبت ولا ايه؟ تعال نشوف. بيقول لك عندك شويه رسومات كده، عايزك تقارن لي ما بين المagnetic فيلد بتاع الرسومات اللي قدام سيادتك دي اكس واي زد. طب يلا. هنا عندك هو كاتب الراجل اهو two perpendicular concentric rings. two perpendicular concentric rings have the same diameter اللي هو 2r with a magnetic flux density at the center of the two rings x. ماشي. عايزين هنا البي توتال، كانك بتعمل روت بي 1 سكوير زائد بي 2 سكوير يعني روت 2 بي. ماشي. لان هو بربنديكولر. ماشي. طب هنا ده سيلينويد، بس الراجل قال لك ان الان ب 6 واللينث ب 12 ار. ماشي. هتقول لي بتساوي ميو ان اي على 2 ار. فكك من ميو، مش فارقه معايا اصلا. الان ب 6، الاي عادي مالوش اسم يعني اي عادي، على اللينث اوف سيلينويد اللي هو 12 ار. ف 6 اوفر 12 اللي هي 1 اوفر 2 كانها 1 اوفر 2 يعني نص اي على ار. طب دي كانها روت 2، ما هي برضه هنا الان ب 1 والاي اسمه اي، فاهم قصدي؟ يعني كانها روت 2 اي على ار. صح؟ طب تعالى نعمل دي بالستبس يا جماعه. روت بي 1 سكوير زائد بي 2 سكوير، صح؟ يعني ميو ان اي على 2 ار بلس طبعا سكوير ميو ان اي على 2 ار برضو سكوير. الميو ملهاش لازمه هتتشال. الان ب 1 هنسيب الاي والار. ماشي. الان ب 1 ملهاش لازمه، يبقى كاني بعمل روت اهي، هو ده اللي بقوله روت 2 ماشي اي على 2 ار، روت 2 اي على 2 ار. ماشي. مش ار بس، فخليها كده احسن عشان نعرف نقارن ما بينهم. الاخيره الاي قد الاي والمسافه قد المسافه، يبقى الوايرين يلغوا بعض، يبقى دول لغوا بعض ما لهمش لازمه. يبقى اللي بيأثر بس يا رجاله هو الكويل عند الرينج، فهتبقى البيتا بتساوي الميو ملهاش لازمه تتشال والان ب 1 والاي على 2 ار. صح؟ صح. يبقى الميو هتتشال والان ب 1 يبقى برضو طلعت هاف اي اوفر ار. طيب تعال نشوف روت 2 على 2 يطلع كام؟ روت 2 اوفر 2 طلع 0.707. ماشي. يبقى اذا يا رجاله ده طلع 0.707 وده كانه طلع هاف وده كانه طلع هاف برضه. يبقى اذا واي بتساوي زد. في واي بتساوي زد؟ لا. في اكس بتساوي زد؟ لا، هي اكس ما بتساويش حاجه. يعني اكس بتساوي اي حاجه؟ لا. طيب يا ترى زد واكبر من واي؟ لا، هي زد بتساوي واي يبقى لا. يبقى واي يبقى اكس اكبر من واي. طيب اكس اكبر من واي طبعا. يبقى تشويس سي. قشطه. اللي بعده يا رجاله. الراجل عايز الانجل. ماشي. ومدي لك التوتال ماجنتيك فيلد 8.8 بس مايكرو تسلا. طب تعالى يلا. البي توتال ايكوال، عندنا كويلين، تعالى نشوف هتبقى بي كويل 1 بلس ولا ماينس بي كويل 2. الكويل اللي فوق داخل واللي تحت داخل يبقى بلس اهو. يلا عوض تحتها يا باشا. ده 8 البي توتال اصلا 8.8 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 6. يلا. البي كويل الاولانيه ميو ان اي على 2 ار، ميو 4 باي ملتبلاي 10 نيجاتيف 7. خلينا ناخد الان اللي تحت الاول اللي هي نص لفه باينه جدا. الاي بتاعتها اللي تحت اسمها اي 1 اللي هي بكام بقى؟ اي 1 بقى 0.4 على 2 ملتبلاي راديوس 1 بكام؟ 5 سنتيمتر. 5 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 2. ماشي. الثانيه الميو اهي برضو 4 باي ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 7. الان
مش عندي، بس انا عايز الثيتا بتاعتها. مش انت عارف ان الان بتساوي الانجل اللي الكرنت عدى فيها على 360؟ الانجل اللي الكرنت عدى فيها عايزينها ثيتا اوفر 360. ده كده مكان الان يا رجاله. كمل بقى بالاسود. الاي الثانيه ب 2 امبير على 2 ملتبلاي الراديوس الثاني 4 سنتيمتر، يعني 4 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 2. بس خلاص. شيفت سولف تجيب الثيتا تطلع لك 72. ماشي. سؤال 100. الراجل بيقول لك ايه؟ عندك سيلينويد وعندك واير. ماشي. الواي خلي بالك نقطة اكس اهي ونقطة واي اهي. الراجل بيقول لك ايه بقى؟ in the opposite، استنى نقف في الناحية التانية عشان تشوف اهو. يلا شوف بقى يا باشا اتفرج. بيقول لك in the opposite figure if you know that the magnetic field at point x دي فين بقى؟ made a way between the wire and the solenoid is 10 power negative 3 into the page, neglecting the magnetic field of the solenoid outside it. يعني نقطة اكس دي اللي بيأثر عليها المagnetic field بتاع الواير بس، وان هو معاك كمان. طب تعالى نشوف هنجيب منه ايه. يعني مع المagnetic field بتاع الواير عند نقطة اكس اي ميو على 2 باي دي. عوض ده ب 10 باور نيجاتيف 3. الاي بتاعت الواير مش عارفينها خلاص، اكيد هنحسبها. الميو 4 باي ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 7 على 2 باي. المسافه بكام؟ هو قال لك المسافه دي كلها ب 4 سم، بس المسافه دي في النص يعني دي 2 سم، يبقى 2 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 2. كده ممكن نجيب الاي واير وتبقى عندي. يبقى الاي واير بكام؟ يلا 10 باور نيجاتيف 3 ملتبلاي 2 باي وادي المسافه على 4 باي ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 7. طلعت 100 امبير. يبقى الاي هنا يا رجاله ب 100 امبير. حلو. هو بيقول لك find the magnetic field عند نقطه واي بس خلاص، ومديك الان ب 10 تيرنز واللينس ب 10 سنتيمتر برضه خلاص. هتبقى البي توتال عند نقطه واي. تعالى نشوف بقى الواير والسيلينويد هنبلسهم ولا هنماينسهم. والله الكرنت بتاع السيلينويد ماشي لفوق اهو عادي، طالع من البوزيتيف طبعا. يبقى دي الان ودي الاس، لان وش دي من على الصفحه. ده الاي وده الان. جوه من الاس للان اهو. طب بالنسبه للواير ده الاي اهو في الماجنتيك فيلد داخل، واحد داخل وواحد ماشي شمال اهو. يعني الماجنتيك فيلد هنا داخل والسيلينويد هو الازرق ده، فدول بربنديكولر. فهنعمل بايثاغورس يا رجاله. يعني روت بي واير سكوير بلس بي سيلينويد سكوير. عوض الواير الاول. الاي ب 100 الميو احفظها، حفظتها تكتبها انت بقى على 2 باي. المسافه من الواير لحد نقطه واي بكام بقى؟ من الواير لحد نقطه واي هو مدالك 10 سنتيمتر يعني 0.1 سكوير بلس السيلينويد. الميو انت حافظها اكتبها. الان ب 10، الاي بتاعت السيلينويد ب 1.5 على لينس السيلينويد اللي هو ب 10 سنتيمتر يعني 0.1 هوبا سكوير. شوف بقى يطلع لك الناتج كام واختاره. وده سؤال جميل جدا. ماشي. اعتقد كفايه كده، وكده الجزء ده تمام. وهنبقى ان شاء الله يعني بكره او بقى يعني في وقت قريب جدا هنزل لكم الجزء اللي بعده باذن الله. السلام عليكم.